الأنثوية اللي مرفوضة من الراجل اللي بتظهر منه والست بترفضها كثرة الجدالية والدفاعية. لأن مثلا لو راجل اتريق على مراته وهم قاعدين في قاعدة في خروجة قدام العيلة، جت بالليل تقول له بس أنت يعني حفلت عليا واتكلمت بطريقة مش كويسة، لو فضل يقول لها على فكرة ما أنت كمان بتعملي كده، على فكرة كنت بهزر، دي حاجة ما تزعلش، ده تراجع عن مواجهة المسؤولية، مسؤولية الاعتذار. دي أنثوية عند الراجل. الراجل الشكاي من مسؤولياته، الشكاي بتباكي، اللي بيشتكي مثلا انه بيتعب جدا من الصحيان بدري عشان ينزل الشغل، دايما بيشتكي من زحمة الطريق والشوارع المكسرة، بشكل فيه تراجع كده عن المسؤولية. الجزء ده عند الراجل ما بيبقاش مستحسن عند الست. اقول لك بقى على حاجة يا صديقي، لما بنزعق وننفعل ونكسر، دي أنثوية عند الراجل، مش دي الذكورية. لأن احنا ليل نهار بنقعد نقول للستات الست الجزء العاطفي بيغلب الجزء المنطقي. أيوة يا فندم، احنا ده العاطفة غلبت المنطق، عشان كده زعقت، شوحت بإيدي وصوتي اتنبح ولا ايه ده؟ ده الجزء الأنثوي اللي عندك. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، اللي بيجادل ويلاوع ومش عارف يضبط انفعاله وخصومته بيفجر فيها.